اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ده فيديو صغنطوط كده على الماشي، يعني ايه بمناسبة الفيديو اللي قبله. ده فيديو العروسة اجت عند اهلها او في بيت اهلها تشوفهم بعد ايه الجواز ايه، فقلت اروح اشوفها. هي وجوزها طبعا جابها واجا إيه شافت اهلها، لان هي زي ما قلت لكم متجوزة في القاهرة وايه، وهي جت تشوف اهلها، فانا رحت اشوفها. ايه قالت لها ايه نتجمع عند مين؟ عند النين او في بيت خالي يعني. فروحنا بقى اتجمعنا في بيت خالها اللي هو اخويا يعني. لقينا بقى ايه الشيف شربيني شغال يعني بمساعدينه بكل شفاته وكل حاجه، اللي هي مين؟ اللي هي مرات اخوي. عامله بقى المحمر والمشمر، إيه شي صينية بطاطس باللحمة، لا فراخ مشوية، لا بط، لا محاشي زي ما شفتوا كده، محشي كوسة، بتنجان، فلفل، مكرونة حمراء، يعني مش مخليه عن جهدها جهد بصراحة ربنا يعني. فكانت مظبطة الدنيا. وطبعا بقى كان عصاير، لا مش عارف كاكولا، يعني مظبطة الدنيا اخر تظبيطة. هنا بقى يعني قضينا اليوم ده مع العروسة. هي العروسة دي روح طفلة، هي اتجوزت وبرضه روح الطفولة فيها، يعني ما اقولكوش، فيها باور ونشاط وجري ولعب وضحك، تحسسك كده ان انت طفل، مش حد كبير. يعني تحس ان انت بتهون عليك اليوم او تهون عليك الحبة اللي انت قاعدهم. ما تعرفش يعني اليوم عدى معاها كأنه ساعة، حاجة كده مفيش. وكنا هنا بقى يعني في اخر اليوم. بصراحة انا كنت مروحة زعلانة وحزينة، بس خلاص بقى يعني على رأي الاغنية بتقول ايه، اليوم خلص، فكان لازم نروح. لان زوجي الله يصلح حاله يعني استأذنته، قال له روحي شوفيها وارجعي، عشان طبعا ولادنا بدأوا دروس وكده، وطبعا مش عايزين يتأخروا عن زمايلهم. فسمح لي ان انا اروح وارجع، فكتر خيره. هنا بقى يعني بما اننا مروحين، قلت بقى اعمل فيديو صغنطوط كده من الطريق. وروضة كانت ماسكه التليفون واخواتها كانوا نايمين. قلت لها بقى صوري لي الاماكن، يعني اللي تحاول اللي تعرفي تصوريها واحنا ماشيين بالعربيه، لان كانت في اماكن ضلمه زي ما شايفين كده، وفي اماكن تانية نور زي الموقف هنا نزلنا منه هنركب كمان سيرفيس اللي هو المواصله الداخليه. فده يعني علشان نوصل للمكان اللي احنا قاعدين فيه او لبلدنا. هنركب المواصلة دي وكمان مواصلة بعدها. بس للأسف بقى ما كملناش، لان شحن التليفون خلاص في اليوم ده، بعد ما وصلنا المواصلة اللي احنا هنركبها لبلدنا. هنا بقى كانت المواصلة الداخلية دي هنركب استرفيز اللي هو رايح صندوق، وبرضو هنعدي منين؟ من على الكوبري الجامعة بتاع المنصورة. يعني انا مش عايزة اقول لكم بقى كوبري الجامعة او يعني المنصورة وما ادراكم المنصورة. هي جميلة بالنهار، ما ادراكم كمان بقى بالليل. بالليل ده بتبقى ما شاء الله عليها وعلى انوارها وعلى شكلها. هنا بقى كنا في العربية وكنا مستنين السواق يمشي بنا، لان كانت كده العربية اكتملت وكنا هنمشي بقى في الوقت ده. فهنا بقى ولاد الصبيان الاتنين نايمين، يعني واحد نايم من الناحيه دي وواحد نايم على من ناحيه ايدي اليمين. روضه بقى هي اللي صاحيه ومصحصحه كده. قلت لها بما اننا هنطلع طبعا زي ما قلت لكم على كوبري الجامعه ده، فقلت لها صوري لي المنظر، لان المنظر بيبقى شكله تحفه بالليل، بالذات بقى لو كمان نازله تتمشي او ماشيه من على الكوبري. انما راكبه عربيه كده على المشي مش نافع. بس انا حبيت اصوره لكم، يمكن من بعيد مش باين، بس انا كنت شايفاه. يعني ما اقولكوش بقى، طبعا عروس الدلتا، وانتوا عارفين ان المنصورة اجمل محافظات مصر. هنا بقى كان الاخر. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.